واحدة تالتة عاملة دايما دور القوية اللي مفيش حاجة بتهزها، وان يا ارض تهدي ما عليكي قدي، وهي اصلا لو حد نفخ فيها ممكن تقع. لو انت واحدة من دول يبقى الفيديو ده عشانك. هلو من نص الدنيا الحلوة، انا دينا الحداد، وهدفي من البرنامج ده ان انا اوصل كل واحد لاحسن نسخة من نفسه، ويكون مؤثر في المجتمع والناس اللي حواليه بالايجابية طبعا. من البنت اللي دايما عاملة ادوار وبتتحاسب على حاجات مش بتاعتها، مش تخصها، ملهاش اي علاقه بيها، حد عمل ذنب مش ذنبها، وهي اللي بتدفع ثمنه لحد دلوقتي. هي اللي لازم تصلح مشاكل كل الناس اللي حواليها، هي اللي لازم تحتوي كل الناس اللي حواليها، ولازم تستحمل اكتر من طاقتها، وحتى لازم تبقى قويه حتى لو هي مكسوره، ملهمش علاقه، هي لازم تبقى قويه لان هي لازم طول الوقت تبقى قويه. ولو للحظه بس ما عملتش ده بتحس بالذنب، وتحس ان هي مقصره، وتحس ان هي لازم تعمل ولازم تسوي ولازم تقلب الدنيا عشان ما تحسش بالذنب ده. اتعودت طول الوقت، اتعودتي ان انت تبقي دايما انت المسؤوله، انت اللي موجوده، انت اللي بتشيلي، انت اللي بتحطي، انت اللي بتودي، انت اللي بتجيبي. لازم تبقي متاحه طول الوقت، ولازم توجدي حل للمشكله طول الوقت حتى لو المشكله مش بتاعتك. فان الناس ممكن تزعل مني، او ان الشخص اللي انا مسؤوله عنه ده، او الشخص اللي انا المفروض اعمل له الحاجه دي ممكن يزعل، ممكن يبقى مخنوق مني، ممكن يبقى متضايق مني، ممكن ما يعرفش يعمل الحاجه لوحده، اصل هو ما بيعرفش يتصرف، اصل هو ما بيعرفش مش عارفه ايه، اصل احنا لو سبناهم لوحدهم هيبقى انا اللي وحشه، هبقى انا اللي مقصره، هبقى انا اللي ما كانش ينفع اعمل كده، انا السبب لو حصل بقى مشكله للشخص ده، هو بيواجه مثلا حياته لوحده، او حاجه معينه لوحده المفروض هو يواجهها عشان هي بتاعته وتخصه هو، وهو ما عرفش يعمل ده عشان هو مش عارف يعمل، عشان دايما انت اللي بتعمليه. فانت اللي بتلومي بقى نفسك، وهو ممكن يجي يلومك بعد كده. يعني ما خلينا صراحة، اللي تعود ان في حد شايل شيلته، لما يجي يشيلها وما يعرفش هيلوم اللي كان شايل، هيقول اصل هو اللي كان شايل، وهو اللي كان عامل، وهو اللي قصر، وهو اللي عمل، وهو المفروض دي مسؤوليته، وهو المفروض وهو المفروض وهو المفروض، مع ان هو مش المفروض. بس انت اللي خليتي الشخص ده يتعود على كده، انت اللي خليتي الشخص ده يعمل كده. ما تجيش بقى تزعلي لما يجي يقول لك اصل انت اللي قصرتي، اصل الذنب ذنبك، اصل يبدا بقى اللي هو ايه، حق مكتسب، اللي هو انت عملتي حاجه مره اتنين تلاته اربعه بمزاجك، المره الخامسه مش هتبقى بمزاجك، هتبقى بمزاجه، هيبقى حق مكتسب عليكي انت. انت المفروض ده واجبك، انت المفروض تعملي كده. لا طب ما انا كنت عامله كده عشان بريحك، او عشان بشيل عنك، او عشان اخليك انت احسن، او اخليك انت كويس. لا هو مش شايف كده، هو شايف ان ده حق مكتسب، ان انت الطبيعي تعملي كده، انت المفروض تعملي كده، ما كل الناس بتعمل كده، اشمعنى انت؟ فاللي بتعمليه دلوقتي بمزاجك خليكي فاكره قوي انك لو فضلتي تعمليه بمزاجك هيجيلك وقت وتعمليه غصب عنك. او في ناس بتعمل كده عشان بتبقى حاسه ان هي دي قيمتها، اللي هو انا موجوده طول ما انا بدي اكتر، الناس حواليا طول ما انا بدي اكتر، الناس معايا وبتحبني طول ما انا بدي اكتر، طول ما انا معايا فلوس الناس حواليا وبتحبني وعايزه تبقى معايا وجنبي، طول ما انا بتعب علشان الشخص اللي قدامي الشخص ده موجود معايا. اول لما الفلوس تقل، اول لما بطل ادي زي ما كنت بدي قبل كده، هيبدا الشخص ده يبعد عنك. وهو هنا مش ان هو بيحبك، هو ما بعدش عشان هو ما بقاش يحبك، لا، هو اصلا ما كانش بيحبك من الاول، هو كان موجود لغرض ما. حد بقى عايز يرتاح بقى فشيلي بقى انت، لو مش قادره اشيل. حد مبسوط بفلوسك وبيروح وبيجي وبيعمل وبيجيب وبيسوي عشان انت طيبه، فهو موجود ومتاح دايما طول الوقت عشان انت موجوده ومعاكي فلوس. فمجرد ما بقاش موجود الفلوس، هو هيروح يدور على حد تاني معاه فلوس عشان يعمل نفس اللي كان بيعمله. هي مش موجوده عشانك، هي مش موجوده عشان بتحبك وصاحبتك، لا لا لا، هي موجوده عشان مصلحتها، عشان هي انت بتعملي لها حاجه محدش تاني بيعملها غيرك، فهي موجوده عشان تاخد منك الحاجه دي، انت مش واخده بالك. والمصيبه ان انت ممكن تكوني واخده بالك وموافقه عشان هي تفضل جنبك، عشان هي تفضل معايا، عشان انا بحبها، عشان مش عارفه ايه. بس انت في يوم من الايام هتبقي محتاجه حد يسندك، مش هتلاقيها، والله العظيم ما هتلاقيها. ما هي واحده موجوده عشان مصلحتها، انت في وقت احتجتيها هي موجوده عشان مصلحتها، هي مش موجوده عشان مصلحتك، مش موجوده عشان بتحبك. فاوريدي مش هتوافق، اوريدي مش هتقف جنبك، مش هتشيل شيلتك، انت شيلتك بتاعتك، شيلتك وشيلتها بتاعتك، فانت اللي عملتي وافقتي كده عن الاول، فما تزعليش بقى. او ان احنا طول الوقت دايما بنحاول نرضي ناس عمرها ما هترضى، عايزين نغير شخص عمره ما هيتغير، عمره ما فكر يتغير،
بس انت ماشيه وراه والله لا تتغير. انت هتتغير، لازم تبقى احسن، لازم تبقى تسوي، لازم تشتغل، لازم تسوي، لازم تطلع، لازم تنزل. انت عماله تزقي في حيطه عماله تحاولي مع حد هو ما فكرش في ده. فانت هتغيري ازاي وهو ما فكرش يتغير؟ هتصلحي ازاي وهو مفكرش يصلح؟ يعني ده ربنا اللي قايل محدش بيتصلح، محدش بيتغير، محدش بيبقى احسن غير لما هو يحاول يبقى احسن. يعني هتعمليها ازاي طيب؟ يعني هتعمليها انت بقى الهيرو بقى اللي هتعرفي تعملي ده؟ وما تجيش تزعلي، ما تجيش تزعلي لما تلاقي الشيله بقت تقيله قوي وانت مش قادره، والتاني ولا في دماغه ولا شايفك، ويا لهوي انت ما جيتيش اصلا، فما تجيش تزعلي. انا اسفه في الجمله، انا اسفه، بس بجد في ناس مرتاحه عشان انت شايله مكانهم. في ناس مبسوطه وعايشه حياتها عشان انت قاعده بتعملي الحاجات اللي هي المفروض يعملها كمسؤوليه، بس هو بيهفن عشان عارف ان الحاجات بتتعمل وهو مش موجود. فبطلي بقى، بطلي بقى تبقي طيبه قوي كده. بطلي تبقي طيبه، ما فيش حد طيب قوي كده، ما فيش حد. وما تقوليش ان انا والله ما اعمل ايه غصب عني، مفيش حاجه اسمها غصب عنك. فوقي اللي قدامك، فوقي. انا مش متاحه والله، عندي حاجات، والله لازم اعمل كذا، والله انا لازم اروح المشوار الفلاني. اعملي اختبارات للي قدامك، يعني قولي له تعالى انا معايا، انا عايزه اروح مشوار ولازم يكون في حد معايا، فعايزاكي معايا. مش هتيجي معاكي، مش هتيجي. ولو جت مش هتعمل اللي المطلوب منها، تيجي بس عشان تشوفي انت بتعملي ايه. ايه الكلام، إيه الموضوع. فهي مش هتيجي، ولو جت مش هتعمل حاجه، عشان دايما انت اللي بتعملي. انت دايما الهيرو، انت دايما الجامده، انت اللي دايما اللي مش موجوع، انت دايما اللي عندك طاقه ما بتخلص، وكاني ربنا اداك انت بس طاقه لا تنتهي، يعني فور ايفر. انت ما عندكيش طاقه بتخلص زي بقيه الناس، لا انت كامله ومتكامله ومكمله، والطاقه سارحه معاكي، وانت تمام، انا تمام. فلا طبعا، لا طبعا يعني. حتى لو انت بتتفرجي وانت مش كده بس شايفه حد كده، كلميها، كلميها قولي لها لا، بطلي تضحي، وبطلي تبقي ساذجه كده، بطلي تبقي طيبه قوي كده مع الناس. لان الطيبه لما بتبقى بالزياده بتبقى سذاجه، ما بتبقاش طيبه، ما بتبقاش انت بقى كده طيبه وكيوت والناس هتحبك، لا. انت كده الناس هتستغلك عشان انت بتدي بلا مقابل، او بلا حاجه متبادله، اللي هو رايح جاي. انا هديكي حاجه فهتديني حاجه، فهديكي حاجه فهتديني حاجه. مش لازم نبقى واقفين كده قدام بعض، بس لازم تبقى الحاجه رايحه جايه. لو انا اديتك مره واثنين وثلاثه واربعه وما لقيتش منك حتى كلمه كويسه، انا المفروض ابطل اديكي. لو ما بطلتش اديكي يبقى المشكله عندي مش عندك على فكره. المشكله يبقى عندي انا اللي مش بحسبها صح. فارجوكي احسبيها صح، تعرفي تفلتري الدنيا كده، اللي هو تاخدي كل المسؤوليات اللي جواكي. وانا عايزه بقى بسم الله الرحمن الرحيم انا هوزع، كل واحد ياخد مسؤوليته. انا مش هشيل مسؤوليه مش بتاعتي، مش هشيل شيله مش شيلتي، مش هشيل حاجه مش انا اللي عاملاها، مش انا المسؤول عنها. مش انا اللي جرحتك، مش انا اللي وجعتك، مش انا اللي خنتك، مش انا اللي هزيت ثقتك، مش انا اللي عملت الحاجات اللي بحاسب عليها. انا مالي ان انت ارتبطتي مثلا بواحد، والواحد ده مثلا كان في حد قبل كده خذله ولا كسره ولا وجعه ولا خانه ولا ايا كان عمل له ايه. فهو بقى يشك في كل البنات اللي حواليه. فانت ارتبطتي بيه فبيشك فيكي. انت مالك انت مالك يعني. معلش اصل هو لا اصل مش هو، مش ذنبك تستحملي. انت مالك انت ما عملتيش الحاجه ده، ما عملتيش الذنب ده. هو بيحاسبك على الذنب ليه؟ طب ما يروح يحاسب اللي عمل كده. بيحاسبك انت ليه؟ انت ذنبك ايه تستحمليه؟ ذنبك ايه؟ مش ذنبك حاجه. فما تشيليش شيله مش بتاعتك، ما تشيليش والله انا اسفه انا ما عملتش كده، فما تحاسبنيش على اللي هي عملته. انا مالي، انا والله شخص كويس، شخص مؤدب، شخص ما بيغزلش، شخص ايا كان بقى صفاتك الجميله انت لازم تبقي عارفاها. لازم تبقي عارفه صفاتك. عشان كده بقول يا جماعه لازم تبقوا عارفين قيمه نفسك، عشان لو حد جه مش عارف قيمتك هيمرمطك، والله العظيم هيمرمطك. فانا لا، عارفه ان انا ما فيهاش كده، ما فيهاش كده، ما فيهاش كده، ما فيهاش كده. خلاص انت ما تحاسبنيش على حاجه مش بتاعتي. انا مالي هي عملت ولا سوت ولا بتحاسبني انا ليه؟ ما تحاسبنيش انا. فما تشيليش بجد حاجه مش بتاعتك، ما تشيليش هم مش همك، ما تشيليش توتر. ما هو ده بيعملك توتر في دماغك. هو طول الوقت لازم تبعتي، وطول الوقت لازم تقولي، وطول الوقت لازم مش عارفه ايه، وافتحي فيديو كول ووريني هتعملي ايه، وريه بتعمل ايه. يا جماعه التوتر ده، ايه التوتر؟ ليه يا جماعه؟ افتكروا على فكره ان احنا دايما بنرتبط او دايما بندخل حد حياتنا على فكره علشان نبقى احسن، علشان نبقى حياتنا تبقى احسن.
مش عشان نضيف هم على همنا. هو احنا ناقصين يا جماعه؟ بجد هو احنا ناقصين نضيف حاجه على حياتنا اصلا من اكتر ما هي بايظه؟ يعني هي الدنيا بايظه، فانا بجيب حد يشاركني الحاجات البايظه دي عشان تبقى احسن، مش يحط عليا حاجات تانية تتعب حياتي. ها بلاها، بلاها والله. 3 حاجات تتعلميهم ولازم تتعلميهم، لو ما اتعلمتيهمش اعملي انفور، ما تتفرجيش عليا تاني. لازم تتعلمي ال3 حاجات دول. اول حاجه انك تسالي نفسك السؤال: هل المسؤوليه دي مسؤوليتي؟ الحاجه دي انا اللي مسؤوله عن، المفروض اكون انا اللي مسؤوله عنها. لو لا، سيبيها دلوقتي، خلاص انا دي مش مسؤوليتي فانا مش هعملها، انا اسفه مش بتاعتي مش هعملها. تاني حاجه لازم تتعلمي تقولي لا. لا، انا مش عايزه اعمل ده، انا مش هعمل ده، انا ورايا حاجه مهمه، فلما اخلص الحاجه المهمه لو قادره هعمل ده، لو مش قادره مش هعمله. عادي، ما عنديش مشكله. ودي مش انانيه، عشان في ناس بتخلط بين الموضوع. دي مش انانيه خالص، دي حدود للي قدامك، يبقى عارف يطلب منك ايه امتى وما يطلبش منك ايه. خلاص مش هتعمل ده كده كده عشان هي دي مش بتاعتها، فمش ترضى تعمله. خلاص هو يبقى قاعد بقى من غير ما يجي يطلب، هو عارف دي هتوافق عليه ولا مش هتوافق عليه. فعشان ننجز بقى الدنيا، اسمحي لنفسك ترتاحي. ارجوكي اسمحي لنفسك ترتاحي. ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي هيحصل لو ارتحتي؟ الكون مش هينهار لو انت ارتحتي. ارتاحي، انت مش آلة بشرية، ومش دي الآلات بترتاح، بيسيبوها ترتاح، بيسيبوها على الشاحن، بيسيبوها تهدى، بيسيبوها. انت بقى عمالة تلفي 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 تلفي، وفي الآخر مفيش شكرا من حد. مفيش حد بيقول لك والله انت تعبتي قوي عشاني، والله المرة الجاية انا هساعدك في اللي انت عملتيه ده، والله انا. محدش هيقول لك كده، محدش هيقول لك. معلش، انا لو لاقي حد يشيل عني اللي انا بعمله وانا افضل قاعده كده، ده احب ما عليا. انا ابقى غبيه لو ضيعت الفرصه دي، لكن انت تبقي ساذجه لو انت اديتيني الفرصه دي. ما تبقيش دي مش طيابه، دي مش انت مش كده، مش طيبه انت كده. انت كده بني ادمه بتسيبي الناس تستغلك عادي جدا وانت تبقي موافقه وراضيه. فلا، عامله زي الموظف اللي هو ايه، بيطلب منه 100,000 تاسك وبيعمل كل التاسكات على امل ان هو هيترقى، على امل ان هو المدير هيحبه، على امل ان هو هيزيد في المرتب. ولا حاجه من دول بتحصل. اقول لك على حاجه: اللي بيعمل شغله بس هو اللي بيترقى. اللي بيعمل الحاجه اللي مطلوبه منه الصغيره اللي في حدود شغله هو ده اللي بيرقوه على فكره، هو ده اللي بيحترموه، هو ده اللي بيخلوه بوزيشن. لكن المرمطون ده اللي بيعمل كل حاجه في نفس الوقت ومش عارف هو شغال ايه اصلا، ده بيفضل كده طول عمره، مش بيعملوا له حاجه على فكره، مش بيعملوا له حاجه خالص. بيفضل يلف كده ويعمل كل الحاجات المطلوبه منه، وفي الاخر ما لا عارف هو شغال ايه، ولا بيقبض كام على ايه، ولا هيبقى ليه قيمه في المكان. هو عادي، هنجيب مرمطون غيرك، الموضوع مش صعب يعني. ارجوكي كلمتين حطيهم قدام عينيكي طول عمرك، طول عمرك، وما تنسيهمش ابدا، عشان لو نسيتيهم والله العظيم حياتك هتتبهدل. اوعي في حياتك تعملي دور مش دورك عشان الناس تسقف لك، تغور الناس ان شاء الله ما سقفت. ما تشيليش شيله مش شيلتك عشان ما حدش عايز يشيلها غيرك. ان شاء الله ما تشيلك، ما تشيليهاش، مش بتاعتي انا مالي، مش بتاعتي انا مالي. ما تشيليهاش. اعرفي قيمتك كويس قوي، عشان لو ما عرفتيش قيمتك الدنيا مش هترحمك غسيل ومكوى. والله العظيم ما هترحمك، لا الدنيا ولا الناس ولا المجتمع ولا اي حاجه في الدنيا. فاعرفي قيمتها كده، واعرفي انت ليكي ايه وعليكي ايه ومسؤولياتك ايه ومش مسؤولياتك ايه، عشان تعيشي في سلام. مش هقولك تعيشي كويسه، لا، تعيشي بس في سلام. انا عارفه انا ليا ايه وعليا ايه، فانا بيس تمام، انا تمام قوي. فيعني ارجوكي ما تسيبيش حد يبهدلك. انا بتوجع لك، انا بتضايق قوي لما الاقي بنت شايله مسؤوليه البيت كله. يا حبيبتي مش مسؤوليتك يا حبيبتي، ماشي ربنا يعينك وانت جدعه وشاطره وجميله، بس معلش انت عندك حد، عندك اخوات رجاله ما يشيلوا، عندك اخوات كبار ما يشيلوا، عندك باباك ربنا يخليهولك ومامتك ما يشيلوا شويه. انت ليه تشيلي كل البيت؟ ليه وهم موجودين وقادرين وربنا مديهم صحه زيك زيهم؟ ليه بقى انت مقطعه نفسك على ايه؟ يعني ليه يا جماعه؟ ولو انتوا بجد بتتفرجوا عليا وعندكم عيال كده، ولا عندكم قريبتكم كده، ولا عندكم حد يا جماعه فوقوهم، فوقوهم بجد. لان الناس دي يعني مش بتفرح والله العظيم، مش يعني مش بتفرح، لان هي سعادتها بقت مرتبطه بالناس اللي قدامها. الناس اللي قدامها دي مع الوقت الحاجات اللي بتطلب منها لو اتقال في الاول شكرا، بعد كده ما بيتقالش شكرا، فخلاص بيبقى امر واقع. فاللي هو انا شايله وعامله وبعمل وبسوي وبطلع وبنزل، وفي الاخر ما حدش بيقول لي شكرا، ما حدش بيقول لي حاجه. اللي هو امر واقع، فانت المفروض تعملي كده، وخلاص احنا اتعودنا انك تعملي كده. فيعني ما بقتش مبسوطه لان لا حد بيشكرها ولا هي بتعمل حاجه لنفسها عشان ما عندهاش وقت. فيعني ارحموا ما في الارض حتى يرحمكم من في السماء. ارجوكوا يا جماعه.
قلنا انا هفضل جنبكم لحد بجد لما تبقوا احسن نسخه من نفسكم. ولو محتاجين اي حاجه مني ابعتوا لي على انستجرام او اكتبوا لي في الكومنتس هنا محتاجين نتكلم على ايه الفتره اللي جايه، واشوفكم على خير.